احنا مثلا عندنا هنا 12 available connects. الحاله دي انا اقدر اقدم بعدد الكونكتس اللي معايا. الكونكتس دي الكريدتس اللي انت بتقدمها لاب وورك علشان تقدر تقدم على بروبوزل على جوب دي. مثلا هبسبميت بروبوزل، انا هنا محتاج زي ما هو واضح فوق خالص كده 6 كونكتس. الحاله دي انا هيبقى معايا 6 كونكتس فاضلين لان انا في معايا 12 كونكت بس هم اللي موجودين. انا ممكن اقدم بالبروبوزل ده عادي جدا، وممكن اعمل له بوست بحيث ان هو يبقى ليه ظهور خاص في وسط البروبوزلز الثانيه. وكل ما زودت الكونكتس كل ما كان ليه ظهور احسن ما بين البروبوزلز اللي موجوده على الجوب دي. الافيلبل بادج ببساطه هو اللي بيخليك تظهر ان لما كلاينت يشوف البروفايل بتاعك يلاقيك في عندك بادج افيلبل ناو، فده بينكريس الاوبورتيونيتي ان الكلاينت ده يبعت لك انفيتيشن وبالتالي تقدر تدخل في الانترفيو بروسس على طول. ببساطه شديده جدا اول ما بتعمل البروفايل بتاعك على اب وورك بيجي لك 80 كونكت تقدر تنفست بيهم على اب وورك. ولو انت مش واخد سبسكريبشن على اب وورك في عندك 2 اوبشنز انك تجيب 10 كونكت لو انت من غير سبسكريبشن كل شهر، ده بيجي لك على الاكونت بتاعك يوجوالي كل شهر، او ان انت تاخد بيد سبسكريبشن وده بيجي لك فيه 80 كونكت كل شهر من البيد سبسكريبشن.